يسعد لي اوقاتكم حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. هلا شو مقرر اليوم لعيد زواجنا؟ والله اللي صار انه باح علي ريتشو انه هو عم يحضر له مفاجاه كثير حلوه، بس قال انه ما زبطت معه بنفس اليوم، يعني اليوم ما بعرف شو حاجز شو عامل، قال لي انه رح يتاجل كم يوم. قلت له ما في مشكله، انه عيد زواجنا وعيد ميلادي جايين ورا بعض، فانا قررت اني اعمل له شيء كثير مميز في عيد زواجنا، ما هو بيحب كرشه. طبعا الفكره كثير حلوه وجديده، وانتظروه بكره على قناتي كمان. يعني اول مره بطبخ هذا النوع من الطبخ، كمان شيء جديد. طبعا انا ما كان بدي اخبركم عن الفكره تاعت بيت الحماس، المهم هي الفكره بالبطيخ الطبخه، بس طبخه يعني هيك صراحه انا كثير متحمسه لحتى اشوف كيف الطعم رح تطلع، تجربه جديده. فانا كنت حابه اعمل لكم اياها يعني مفاجاه، عرفت كيف الطبخه الجديده وهيك. فريتشو رح اخبركم عنها، ما في مشكله. اما الصالون حبايبي ما حجزت لانه يعني تاجل عندي، هنيك عم تنقي الخضره، يعطيها الف عافيه. بس هون الفروج هدول يا الله طلعوا. يلا شيلي كمان هدول. هلا بنقع بمي وخل وملح ميزة على حسب رح تطلعوا فكرة جديدة، ومرة رح افاجئ ريتشو بهذا الشيء.